مارسيل كولر مدرب النادي الاهلي، وطبعا بجواره خالد بيبو مدير الكره الجديد. وطبعا يعني مباراه مرتقبه، وانا طبعا معكم مشاهدينا حتى طبعا يعني يستقر تستقر الصوره من المصدر. اذا نتحول سريعا الى الزميل علي محمد علي والتعليق على المباراه. سان داونز الجنوب افريقي بطل النسخه الاولى بعد ما تفوق سان داونز على فريق نادي الوداد المغربي. على طول الكرة الاهلي كمان خسر بطولة السوبر الافريقية في طبعا لقاء كان امام اتحاد العاصمة الجزائري. مرة ثانية التمريرة، كرة في العمق خطيرة، التغطية الدفاعية دائما وابدا دائما وابدا. محمد الشناوي لعب كليمون مزيز امامنا هو اللي بيلعب مباراة اليوم انفراد. شوف هنا بقى الحديث عن نقطة القوة في وجود محمد عبد المنعم في هذه الكرات. عنده التوقع المرة دي الاثنين على خط واحد، لكن يشيل على طول كرة ثانية وهوبا الثالثة. لكن المرة دي بقى جاله المرة دي على طول يطلع ديكسون جوب. لكن الاهلي بدأ يمسك كورة، الاهلي بدأ يتحرك بعد بداية كان فيها التزام وانضباط وتسديدة، لكن سهلة في خسارة كانت امام رواندا، لكن في فوز كان على بنين 2-1 هو كان سجل في تلك المباراة. مرة ثانية حسين الشحات امامية، ادي تحركات كهربا تدخلات الدفاعية. بص مكاني رقم 3 ده الدولي راجع يغطي، كرة عدت هي جول، هي يا راجل يا راجل. هو سجل في مرمى انبي على مستوى الكاس، لكن ما زال يبحث عن هدف افريقي مع الاهلي امامنا هنا. شوف الاستلام كهربا برؤية حلوة قوي، الكرة معمولة بقى ايه ورايحة على الهادي. لكن فينك في اللقطة دي يا حسين يا شحات. حسين الشحات يعني الحديث ايضا عدم رغبه بيرسي تاو في انه يؤدي تدريبات بعد المباراه ميدياما، والحديث امامنا هنا عن فرصه خطيره مرت بامان وسلام. اللي بيضيع ده اللاعب كلومان مزيدي، ثاني كوره 19 سنه اللاعب الدولي التنزاني اللي النهارده فضلوا على اللاعب باسوندا اللاعب الزامبي. بص الكره اتشالت ازاي، وخروج طبعا بتوقيت ضربه الراس خاطئ من جانب رامي، وخاطئ كمان في التغطيه كان من علي معلول، وكره بتضيع من جانب مزيدي. مهم قوي، كره ثابته ادي امامنا هنا الاثنين، والتسديده قويه لكن بعيده جدا الى مع الجزائر وموريتانيا وانجولا. وينهي عبد العزيز بو الشوط الاول متوسط المستوى. الاهلي لعب باداء متوازن، اثر كثيرا هذا الاداء على الاداء الهجومي وعلى مستوى الاداء. محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، علي معلول، وسط ملعب مروان عطيه، اليو ديانج، بيرسي تاو، وحسين الشحات، قفشه وكهربا. ده التشكيل اللي بيلعب بيه طبعا بعد خروج امام ودخول محمد مجدي. محمد الشناوي في حراسه المرمى، محمد هاني، ياسر ابراهيم، رامي ربيعه، علي معلول، وسط ملعب مروان عطيه، اليو ديانج، بيرسي تاو، وحسين الشحات، قفشه وكهربا. ده التشكيل اللي بيلعب بيه طبعا بعد خروج امام ودخول محمد مجدي قفشه في هذه المباراه. اول تبديلات الاهلي بدخول قفشه اللي بيدخل كبديل بقى، لان فعلا الشوط الاول كان ديانج ومروان عطيه كانوا بيجدوا صعوبه. ودي اول انفراد، مش معقول يا راجل، خلص بيرسي تاو، تخلص من الاول هنا مش محتاجه. بص كرة حلوه قوي بيرسي تاو، اول مره ديانج يعمل المسانده الهجوميه، يعيد كرة الى بيرسي تاو وكهربا الاثنين امامنا اهو. كهربا اتخض على فكره، كهربا ما توقعش ان بيرسي تاو تعدي منه، اتفاجئ بالكوره، عشان كده رد الشوط الاول بغرابه. الحقيقه كان اضاع حسين الشحات فرصه كبيره لفريق النادي الاهلي في الدقيقه 18. تمريره اماميه من كي ادي امامنا المرور عن طريق اللاعب اللي بيسدد، عنده كوره وعنده مهاره. لكن مروان عطيه يلعب كوره حلوه في الجنب الشمال، علي معلول مفتاح لعبه، علي يلعبها حلوه قوي. حسين الشحات تتكعبل في رجله الكوره، لكن تروح لكهربا، عدى بالدياره. قادمه للاهلي امام شباب الوزداد في ان شاء الله مصر باذن الله. مره ثانيه تحرك، هتبقى يوم الجمعه على فكره، المباراه تم تقديمها الى يوم 8 ديسمبر. تسديده الشحات القويه، ولكن الى ركله ركنيه، لان تحركات بيرسي تاو بقت افضل. وجود قفشه في وسط الملعب مكان امام حسن من الاداء، ويعني الشحات بدا ينشط، ياخد ركله ركنيه. الاهلي 5 في المباراه دي. عمرو السليم، عمرو استلم، يلعب كرة الاماميه المره دي، انطلاقه طاهر سجل هدف في مرمى رديه السابق في مرمى المقاولة، عملها حلوه قوي لعلي معلول، انطلاقه علي عرضيه ديارة، لكن مكمل اسماعيلي. طبعا الدراويش كرة قدم السنة ان شاء الله يتعافى الاسماعيلي ويعود قويا النادي الاسماعيلي اللي بيعاني في السنوات الاخيره، لكن ثقه كبيره في كابتن علي ابو جريشه ورجال الاسماعيلي، ثقه كبيره في كريم فؤاد باضافه هدف اللقاء.
لكن ديارة كريم فؤاد انفراد امامنا هنا في هذه اللقطه. واللقطه ايه المخرج يقول لك طب لو كان الشحات موجود كان جابها، لان كريم فؤاد امامنا اهو البديل اللي دخل في هذه المباراه 3 تبديلات، وكريم فؤاد يضيع انفراد في الدقيقه 74. بص كريم فؤاد كان ممكن يلعبها بشكل افضل، اداء لفريق نادي يانج افريكانز. وقفوه تماما النادي الاهلي وهو اختفى كمان الشوط الثاني فلم يظهر بالشكل. وادي كره حلوه قوي قفشه، وادي كريم فؤاد العرضيه، لكن ارتباك وبيرسي تاو الاهلي يسجل في الدقيقه 86. كوره معموله حلوه قوي من قفشه لكريم فؤاد، وتتهادى يخطئها الكابتن بكاري موامونيتو رقم 3. وجت بقى ايه، خلاص طلع ديارة، طلع بره اللعب. وادي بيرسي تاو ضربه راسيه حلوه بالجنوب افريقي عشان يتقدم الاهلي بهدف اللقاء في الدقيقه 86. مهم وهدف مستحق الحقيقه. الشوط الثاني الاهلي قدم اداء مميز على مستوى الفرص والمحاولات، وترجم اخيه دقائق وقت بطل 5 دقائق وقت بطل. الشوط الثاني ظهر ديانج، ظهر كذلك معلول، دخول قفشه، وادي امامنا فرصه التعادل ياتي امامنا هنا. التعادل وسط الحديث بقى قوي الكره دي، حاله من الهدوء وحاله امامنا اهو. بص الراجل امامنا اهو، تعازموا على بعض امامنا. بص لا ضغط لا ياسر ولا ديانج، ورامي كان معاه الراجل تاني، ومدياما الغاني 3 نقاط ثالث. ويانج افريكانز هيبقى عنده نقطه في هذه المجموعه الرابعه. اليو ديانج من بعيد قوي لكن يصطادها طاهر، ولكن ايه يا طاهر عايز ايه اكتر من كده؟ مش معقول الفرص الضايعه دي وترد بهجمه. محمد طاهر الكره التقطها كره ديانج المسدده، كره اماميه، وادي المباراه اتحولت، وادي فرصه. يا ساتر يا ياسر. الاهلي كهربوا المباراه اللي دخل كبديل للاعب الزامبي، وكره بقى بينقذها ياسر، لكن انقذ الكره ياسر، لكن دخل جامد قوي في اللقطه اللي فاتت ياسر مع محمد الشناوي. فرصه كبيره جدا. شوفوا الشوط الثاني الاهلي راح كتير قوي. الشوط الثاني الاهلي راح اكتر من كوره بيرسي تاو كهربا في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني، راسيه رامي، كره يمكن الوحيده اللي راحوا بيها داخل منطقه الجزاء. دي ياسر مش قادر يكمل. ياسر شال الكوره واندفع. وامامنا هنا تبديل خالد عبد الفتاح هيدخل للاهلي. فاز مره وتعادل في اللقاءات السابقه، كان 3 مرات، وهزم مره، وينهي على الاسبوع المباراه بالتعادل الايجابي 1-1. مباراه كانت في المتناول. الاهلي بيضيع انه يحصل على 3 نقاط في هذه المباراه.